عليكم جميعا. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، قناع للوجه حبايبي. هو يتكون من قشور البيض المجففة، نجففها ونطحنها. هيك تصير، لازم تصير ناعمة، يعني نطحنها كلش ناعم. ومطحون قشور الخيار المجفف. انا هيك يصير، هيك يصير. والروبة او الزبادي والكاكاو، الكاكاو اللي ما بيه سكر لازم، والزيت جوز الهند، وماء ورد. فالمقادير شنو هي؟ ناخذ من مطحون قشور البيض ملعقتين كوب، وملعقة واحدة من مطحون قشور الخيار، وملعقتين زبادي، وملعقة كاكاو اللي قلت لكم عليه بدون سكر، وملعقة، هاي المقياس كله ملعقة كوب زيت جوز الهند. لازم يكون جامد، اذا سائل حطوه بالثلاجة حتى يصير مثل الكريمة. وملعقة ماء ورد. هذه انا خالطتها، هذه هيك يصير، هيك تصير مثل ما عودتكم. نخلطها كلش عدل يعني حتى تتداخل. بعدين وهاي عندكم فرشة مثل ما قلت لكم، نقوم نخليها على الوجه. انا هذا توضيحي. تخلون جو الحنج وتحطون على الخدود والقصة، جو العين ما نحط، ونخليها 15 دقيقة، 15 دقيقة، ونخليها مرتين بالاسبوع. ومن نشطفها اول مرة بالكلينس، نبلي الكلينس بالماء حتى نوخره، وبعدين نشطف الوجه بالصابون. ونخلي كريم مغذي، اذا خليها بالليل تحطون مغذي مال الليل، واذا خليه بالنهار تحطون مغذي مال النهار. وهذه وصفتنا حبايبي لهذا اليوم. اعيدها، مطحون قشور البيض. ها ملاحظة من قشور البيض، من تستعملون البيض بس للبيض اللي نقليه، بس للسلق ما ناخذ قشوره. وقبل لا تنشفيه تغسليه عن الزفورة، يعني تغسليه بماي وتنشفيه، تنشفيه بالشمس او تنشفيه بالمطبخ كيفك. وبعدين تطحنيه، لازم تطحنيه كلش ناعم. وهذا مطحون الخيار مثل ما قلت لكم قبل، نيبس قشور الخيار ونطحنه. وهذا الزبادي والروبة والكاكاو لازم ما بيه سكر من نوع المر. وزيت جوز الهند نستعمل ملعقة ايضا، وماء ورد ملعقة. هذا الخلطة هيك تصير، ونحطه على الوجه مثل ما قلت لكم، كل الوجه بس جو العين ما ينحط، حتى على الخشم ينحط. وشكرا اعزائي، واذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واذا ما مشتركين اشتركوا حتى يوصل لكم كل جديد. وشكرا.